النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي تتعامل مع الكور العاليه اللي هي في ظهرك كلها لو انت سيرد باك او باك رايت او باك ليفت. يلا بينا. بصوا يا شباب، هتكلم في الاول في الغلطات، الناس اللي بترجع غلط. اول حاجه الكور اللي لما بتتلعب جامد في ظهري الاقي ناس بترجع بظهرها، في بيعمل الكوره هي في ظهره فمستحيل يرجع لها حتى لو رجع بسرعه. تاني غلطه ان انا ارجع ومدي ظهري للكوره، ارجع بسرعه وباصص ورايا. بص، حتى لو انا راجع بسرعه انت كده كده اصلا مش مقدر الكوره صح، ان انت جاري بوشك وباصص وراك انت كده مقدر الكوره غلط. اللي بيقدر الكوره هي العينين، يبقى لازم وانا بجري لازم لا بجري بظهري مدي ظهري للكوره وابص ورايا ولا ارجع كده، ده كده غلط. حتى لو راجع بسرعه هتلاقي نفسك بطيء برضه. بصوا يا شباب، اول حاجه هتكلم ازاي ترجع صح. اول حاجه واقف الجسم، انا عايز اكون واقف بزاويه، يعني هفترض مثلا ان انا سيرد باك او باك ليفت والكره قدامي تبقى في الزاويه دي كده، انا مدي صدري واقف بزاويه اهو، وشي للكره كده بزاويه، مش واقف بجنبي، لا واقف بزاويه. تمام؟ نفس الكلام لو من الناحيه الثانيه، هفترض ان الكره هنا يبقى انا واقف بزاويه كده وبص للكوره، واقف بزاويه ما ارجعش بجنبي. انا هشرح دلوقتي ازاي ترجع بقى وانا راجع ما ارجعش كده، كده غلط. بص بقى على الاداء الصح، ركز معايا على خطوات رجلي هتبقى سريعه ازاي. وانا راجع بزاويه اهو، وراجع بص ورايا. كويس، ماشي. لاحظت رجعت رجلي عامله ازاي؟ وانا راجع رجلي شغاله سريع، يعني انا بتحرك اكني عامل سبرنت بالظبط بس بجنبي، وفي نفس الوقت انا واقف بزاويه، عيني مقدره الكوره كويس، وانا راجع بزاويه اهو بسرعه، راجع بسرعه وعيني مراقبه الكوره كده، عيني مراقبه الكوره كويس. الفكره بقى يا شباب ايه؟ ان انا وانا طول ما انا راجع بزاويه كده انا بعمل حاجتين، برجع بسرعه، تاني حاجه انا عيني مراقبه الكوره. اللي بيقدر الكوره كويس قوي يا شباب عيني، يعني انا مثلا محتاج 10 خطوات، انا طبعا ما بعدش، انا بتكلم مثلا محتاج 10 خطوات، محتاج 20 خطوه، اللي بيقدر كل ده عيني. تمام؟ راجع بزاويه وكل ده انا شايف عيني. انا قلت لك الغلطه في دي ايه؟ انت برضو باص بعينك، بس دي بترجع بطيء، حتى لو راجع هتلاقي نفسك راجع بطيء حتى لو باقصى حاجه عندك. ولو انت راجع بظهرك انت كده ايه؟ هيبقى صعب تبص على الكوره وهيبقى تقديرك للكوره وحش، ان اللي بيقدر الكوره هو العين. يبقى هي الفكره في الرجعه الصح دي انك بترجع بسرعه. تاني حاجه بتبص بعينك، وهي السبب الرئيسي انك تقدر الكوره كويس قوي، ان انت تكون باصص بترجع وفي نفس الوقت تبص على الكوره، هتلاقي نفسك بتقدر بقى، هتتخ 10 خطوات 5 خطوات، هتلاقي نفسك ابتديت عدلت نفسك، الكوره اول ما تجيبها تطلع تركب. بس اهم حاجه ان انت بتكون في نفس الوقت راجع وباصص في نفس الوقت، ما بترجعش بس او ما بتبصش بس. تمام؟ الاداء بتاع الرجعه بتاعتي، بص واحد هيقول لي انا برجع كده، غلط يا شباب. انا بقول لك ارجع بزاويه، تمام، ورجلي شغاله مقصات. حتى لو انا راجع بسرعه كده انا كده راجع غلط، ما ينفعش ارجع رجلي الاثنين عمالين يعملوا كده، لا انا راجع مقص. بص انا شغال معاك بالبطيء اهو، شغال مقص. تمام؟ هرجع لك باداء سريع اهو، هتلاقي نفسي حتى انا ادائي سريع. بص ركز، تمام؟ هتلاقي نفسي راجع سريع لكن ما ارجعش بجنبي، انا شغال مقصات اهو. بص رجلي عكس رجلي الثانيه بتتحرك كده اهو بجنبي بزاويه شويه وراجع بجنبي. تمام؟ عشان الناس بس تعرف تفرق ان انا راجع بجنبي، لا انا مش برجع كده. تمام؟ اذا في الموضوع ان انا طول ما انا راجع بجنبي بعرف اعمل 10 خطوات 20 خطوه، اعرف اعملهم بسرعه في الكور العاليه اللي في ظهري. نقطه مهمه قوي عايز اتكلم فيها، الكلام ده يا شباب للكور العاليه اللي في ظهري بس. تمام؟ الكوره العاليه اللي في ظهري، افترض مثلا ان الكوره اصلا قدام عيني، فعادي اطلع لها عادي بجذعي واطلع اركب الكوره عادي، ما اقفلهاش بجنبي. انا بتكلم لو انت مثلا سيرد باك او باك ليفت او ايا كان مركزك، والكور بتتلعب عاليه في ظهرك، وانت شايف مثلا اللاعب الخصم بيحضر عشان يلعب عالي، هيلعب عالي جامد، فانت بتبتدي واخد الوضع بتاعك وبتعدل نفسك وتتحرك بسرعه. تمام؟ لقيت مثلا الكوره قدامك، لا بعدل نفسي عادي واطلع. الكوره مثلا قدامي ومحتاجه مثلا خطوتين، هي في ظهري بس محتاجه خطوتين بس او 3 خطوات اهو، برجع بعدين العب بهيد. تمام؟ عشان يا شباب لازم تفرق ان انت دي واقف بجنبك بسرعه، عشان انت مثلا الكوره ملعوبه في ظهرك بفرق كبير 10 خطوات 20 خطوه، لكن الكوره لو في ظهرك ب3 خطوات ما ينفعش طبعا ارجع لها بزاويه، مش محتاجه اصلا انت ترجع لها 1 2 3 وبتطلع تركب. انا بتكلم في الكور اللي في ظهرك وملعوبه عالي عشان تعرف تفرق، ما تكونش حافظ، تبقى راجل فاهم، تبقى عارف امتى تقف كده وامتى تقف كده. لو ناقصك اي حاجه اكتبها لي في الكومنت، سواء في الجيم او في التغذيه او في الملعب، مراكز عندك، تكنيك الباص غلط، تكنيك الشوط غلط، اي حاجه اكتبها لي في الكومنتس، برد على كل الناس.